في نوع من التعب محدش بيشوفه، مش التعب اللي بيبان في صور الانستجرام، ولا التعب اللي بيتقال عليه أنا محتاج راحة. ده تعب الأم اللي بترجع من الشغل تفك الطرحة وهي قدام التلاجة عشان تطلع الأكل اللي هتطبخه. تعب الست اللي رجليها بتبقى وجعاها بس بتشيل الشنط وتلم الغسيل وتشوف الواجب وتتابع المدرسة، وكتير بتنسى إنها جعانة أصلا، ويوم ما بيقرصها الجوع بتاكل اللي قدامها اللي غالبا مش صحي عشان الحلو بتشيله للحلوين. كان مرة بتبقي واقفة في المطبخ وبتبصي في التلاجة بتدوري على حاجة وتلاقي انتي ناسية أصلا انتي مين، فاتحة التلاجة ليه، مين اللي جابك هنا، وفجأة تفتكري انك ولا في الشغل ولا في البيت، انتي في النص. وده فلوج يوم في حياة أم راجعة من الشغل، يوم في حياة واحدة مش بطلة بس أنا بتحاول. أنا دايما بعمل أكل من اللي بيصوروه على الانستجرام، ساعات بعمل أسرع حاجة وساعات مفيش أصلا، بس أهم حاجة يكونوا شبعانين ومبسوطين. حتى لو أنا مش كده، أنا مش سوبر ماما ومش بعرف أعمل كل حاجة، بس بحاول